الشوط الثاني من مباراة كرة القدم بين النادي الأهلي ونادي غزل المحل. انتهى الشوط الأول زي ما تابعنا مع حضراتكم بتقدم النادي الأهلي بهدف لدومينيك دو سيلفا في الدقيقة 11 من زمن المباراة، والنادي الأهلي استحوذ على أول 12 دقيقة استحواذ كامل، ودخل بعد كده غزل المحلة في المباراة على وسط الملعب مقطوعة. دومينيك تطلع بره، تطلع طبعا هنا بيتكلم محمد رزق واضحة جدا، ودومينيك بيقول له ما تتكلمش. طالع دومينيك بالرغم ان هو الحقيقة كان روعة، وشايف احمد شكري تغيير ربما يكون مفاجئ. الحقيقة دومينيك دو سيلفا عنده انذار ربما، عشان كده كابتن حسام البدري خاف اكتر ناحيه الهجوم، ولكن دومينيك الحقيقه كان مدي الشكل الهجومي الرائع الحقيقه. يعني نقله الثانيه ناحيه اليمين يرجعها على طول شديد لشريف، بيلمسوا بعض حلو قوي شهاب وعاشور. الحقيقه شهاب بيفكر وتسديده حلوه يا شهاب. اول فرصه كده تسنح له للتسديد، عدى تتقطع من الاثنين وتتلعب طويله وعميقه في اتجاه صامويل اوسو، زقه من صامويل اوسو يرجع يعمل لها حركه اكروباتيه. لا ما فيهاش حاجه خالص يا صامويل، ده انت اللي زائد. رامي ربيع شمال حلوه جدا، نقله جميله قوي لاحمد شديد ناوي. ماشي احمد شديد عايز يلعب العرضيه، وادي العرضيه لكن غير منضبطه، تطلع وتبقى زيد حمدي صريح جنب عماد متعب. نقله والثانيه والتمريره اطول من اللازم في اتجاه عماد متعب من عبد الله السعيد، يروح لها على طول المخضرم ناصر فاروق. 10 حلوه يا ولد يا لعيب يا عبد الله، حطها ناحيه عماد متعب. عدى عماد عرضيه وهي وهوبو. يا نهار ابيض يا عبد الله يا سعيد، مش ممكن، مش معقول. يا على الكوره اتعملت من عماد حلوه. رجع هدف ضائع مؤكد. هجمه من ناحيه الشمال، عرضيه لشديد، هوبو يا سيد يا حمد. حطها بالجبهه، لازم تتاخد بجنب الراس مش بالقوره على الاطلاق عشان تلف وتخش. حطها لبره، لكن النادي الاهلي وتسديداته المتتاليه وقع علي عبد المنعم على الارض. ادي العرضيه جميله، بص بوش راسه، لا دي ما تتاخدش بالقوره ابدا، دي تتاخد بجنب القوره. واقع علي عبد المنعم، ادي عدى حلوه قوي عماد متعب يا ولد يا لعيب، وحطها بعرضيه جميله ترتد من الحارس. ويا راجل يا نهار ابيض، مش ممكن. يا كوره حلوه ترتد على طول من الحارس ويحطها. ده السيد حمدي كورتين ورا بعض. وتغيير اخر للنادي الاهلي، احمد عبد الظاهر وعماد متعب. طبعا عماد متعب اكيد طالع زعلان، كان نفسه يكمل ده اكيد، لكن يا عماد انت بتاخد واحده مفيش مشكله خالص. النهارده انت لعبت اهو ما شاء الله 70 دقيقه. لعيب طبعا من حقه عايز يلعب، لكن في النهايه هي رؤيه مدرب ده اكيد، ولابد ان تحترم طبعا. وطالع علي عبد المنعم اعتقد من غزل المحله، ونازل لاعب رقم اللي نزل حسين الحسيني رقم 34. اوكي، عبر عن نفسه جدا. نقله خطيره في الشمال، عبد الله السعيد، عبد الله وهوبو بره يا عبد الله، تبقى ضربه مرمى لصالح غزل المحل. اتوقع مباراه الزمالك والاتحاد السكندري هتبقى مباراه ساخنه جدا، هتبقى سهره. رجله طويله وعميقه وحلوه جدا في اتجاه احمد شكري ياخد احمد خليل، وبشماله عاليه الناحيه الثانيه. يا راجل يا سيد يا حمدي، يا نهار ابيض، مش ممكن. عملها احمد شكري 10 على 10،
يا ولد يا ولد يا راجل يا راجل يا ده ايه ده؟ ما بينه وما بين المرمى 7 خطوات. 7. جديد قناوي عايز يلعب العرضيه، يلعبها صغيره خطيره خطيره خطيره، خلصت. سيد حمدي حلوه حلوه حلوه، تسديده جميله. اعتقد ده شهاده. ده انت كارف على عبد الله السعيد. راجع لورا اهو، فتح رجليه اهي وداخل وعاليه وحلوه جدا. يا نهار ابيض عليك يا عارضه، ده محمد نجيب اللي لعبها. يا عالكوره يا عالكوره، عملها حلوه قوي 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 عبد الله السعيد الحقيقه، في ارتفاع قاتل ورائع ورائع. وادي الارتقاء حلوه 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 حلوه، يا جمالها يا جمالها. ده ما كانش نجيب، اعتقد عبد الظاهر، هنتاكد. وادي عبد الله السعيد مره ثانيه عاليه بس، وضربه حره غير مباشره لصالح. بص الكره اللي فاتت دي حلوه 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 وعاليه وارتقاء روعه. يا ولد يا ولد، حلوه حلوه حلوه. صالح النادي الاهلي من ناحيه الشمال. النادي الاهلي والتغيير الثالث عبد الله السعيد. ما كانش اتعمل التغيير. انا كده ظلمت الحقيقه. على الارض شهاب، تسقيطه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ما اخدش سرعته، ما اخدش. عاليه وخطيره وخطيره من القلب. بقول لحضراتكم الماتشات 1-0 دي متعلقه للثواني الاخيره. تكون فرقه كبيره. 3 دقايق وقت بدل ضايع. رائد منسي بيدور في وسط 10 ويلعبها تسديد. والله برافو يا رائد، برافو يا رائد. ولذلك بيقول له ما يشوطش، يعني الراجل في وسط 5. فارت نهايه الشوط الثاني والمباراه، واللعيبه التعليمات انه الكل لازم يسلم على بعضه. وادي اللعيبه كلها رايحه تسلم على بعضها.